السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ فرح في قناة غوسيتي أسيس دو كومير. اليوم إن شاء الله عنا وصفة جديدة واللي هي نوع من البغيوش معروف بالسلامونة. هذا البغيوش راح يجيكم خفيف بزاف من الداخل ويجي رائع. برك تتبعوا هذه الخطوات. والآن ندوزو لمقادير الوصفة وطريقة تحضيرها. عندنا 300 غرام نتاع الفارينة أو الدقيق الأبيض. عندنا كاس حليب دافئ ما يعادل 180 مليلتر. عندنا باكية تاع خميرة الحلوى، قشور الليمون، مغرفة كبيرة تاع خميرة الفورية. عندنا تانيك 3 مغرفات كبار نتاع السكر، قرصة ملح، 2 مغرفات كبار نتاع الزيت، ومغرفة كبيرة تاع ما زهر. ندوزو الآن طريقة التحضير. في غرفية نديرو الحليب ونديرو الخميرة والسكر ونخلطو هذه المقادير مع بعض ونخلوهم باش يتفاعلوا. ناخدو ان بول وحدوخر ونديرو فيه الفرينة نتاعنا او الدقيق الابيض ومن بعد ما كنا غربلناها طبعا. ونضيفو الان كما قلت لك 2 مغرفات كبار نتاع الزيت. اختاري الزيت اللي تكون من نوع رفيع وضيفي الان قرصة نتاع الملح وخلطي هذه المقادير مع بعض. والآن ضيفي مغرفة كبيرة نتاع ماء الزهر، تقدري تعوضيها بلا فاني، وضيفي قشور نتاع الليمون، وضيفي باكية نتاع خميرة الحلوى أو الخميرة الكيميائية، وخلطي كامل هادو المقادير مع بعض. والآن ضيفي الخليط اللي درناه تاع الحليب والخميرة الفورية والسكر وفرغيه على الفرينة. فرغيه بالعقل كل مرة ديري شوية وخلطي الفرينة تاعك مع هذا الخليط. نستعملو الآن يدينا وندخلو كامل هذاك الحليب مع الفرينة ونبقاو نعجنوه وحنا ندخلوه بالحليب حتى نكملو كامل الحليب نتاعنا. يعني هذا هو السر نتاع الليمونة نتاعنا. تجيكم العجينة تكون تتلاصق بزاف بين صباحتيك. يعني هذا هو السر تاعها كي تجي هكذاك باش تجيك من الداخل تجيك خفيفة بزاف وتجيك يقطن. وكي تتبعي هادو الخطوات راح بإذن الله راك تنجحي فيها. يعني تبعيني وإن شاء الله تنجحي في هذه الليمونة. كما راك تشوفي أنا دخلت كامل الحليب اللي عندي وبقيت نعجن في العجينة هكذا، دخلتها مليح في العجينة حتى أخذت هذا التماسك، يعني تولي بهذا القوام تجي تتلاصق بزاف. والآن ندير في ان بلان دو ترافاي نديرو الفرينة نتاعنا ونحطو العجينة نتاعنا باش نبداو نعجنوها. نديرو في الأول نديرو الفرينة غير في الأول فقط ونبداو نعجنو العجينة تاعنا. يعني في الأول راح تعبنا شوية راح تجيك تتلاصق. يعني ساعديها بالفرينة في الأول ومن بعد تبداي تجمخي يديك في الماء. بهذه الطريقة راح تساعدك باش تعجنيها. كل مرة تتلاصق لك في يد صباحتك ديري يديك في الماء وعجنيها لمدة 5 إلى 7 دقائق حتى تشوفيها عجنت مليح. فوالا كما راكي تشوفي هكذا بهذه الطريقة حتى تاخد القوام تاعها شوية تولي تثقلك شوية العجينة. واستعملي نسيت ما قلتلكش هذه لاكوبات حتعاونك باش تفدي العجينة تاعك. والآن من بعد ما عجناها مليح ناخدو ان بول نديرو فيه زيت تاعنا ونحطو العجينة تاعنا في هذاك لو بول ونعاودو نديرو لها شوية زيت من الفوقا ونغطوها بالبابي فيلم ونحطوها في مكان دافئ حتى تخمر ويتضاعف الحجم تاعها. فوالا بهذا الشكل غطيها وخليها تخمر. فوالا كما تشوفين بعد ما تضاعف الحجم تاعها ولات بهذا الشكل. الآن في ان بلان دو ترافاي نديرو الفرينة تاعنا ونبداو نحط العجينة بلطف.
هذه العجينه انا درت لي 2 خبزات، يعني انا حبيت ندير 2 خبزات. انتي تقدري ديري خبزه واحده تكون كبيره. والان نبداو باش نقسمها على 2، تجيني 2 خبزات. حبيت ندير وحده تكون مدوره، وحده تجي بالطول يعني تجي كومين باغيت. الان نبدا نحل العجينه تاعي اللي تجي مدوره. بداية تشكليها بهذا الشكل، دوريها هكذا وديريها بسطيها على شكل دائرة، والسمك تاعها يعني انتي وذوقك، لا حبيتيها تجيك خشينة عليها، ولا حبيتيها كيما انايا متعليهاش بزاف وحطيها بسنيوة. والآن نبداو نشكلو في الخبزة تاعنا اللي تجي على شكل باغيت. شكليها بهذا الشكل، يعني نفس الخطوات كيما العجينة الدائرية، وبسطيها هكذا والسمك تاعها يعني انت وذوقك، وحطيها هي كذلك في السنيوة، وخلي الخبزات تاعنا في مكان دافئ حتى تخمر يتضاعف الحجم تاعها. الآن بعد ما خمرت العجينة تاعنا كما راكي تشوفيني ندهن فيها بصفار البيض، ضفتلو شوية حليب وشوية نسكافيه، واللي ما عندهاش تقدر دير القهوة، ونديرلهم الآن شوية سكر. يعني درت ليمونات القديمة اللي تجي هكذا تجي فيها غير السكر، وانتي ديري انتي وذوقك، ونحطوها ندوها للفرن على درجة حرارة 180 إلى 200 درجة. يعني انتي والفرن تاعك انتي تعرفي له كيفاش تكون الحرارة تاعو متوسطة، ونخلوها تطيب كي تحمر لنا شوية من تحت، شعلولها بالفوقة وخليها حتى تحمر لك مليح. هايليك الخبزات تاوعنا كما راكي تشوفي جاو شابين، جاو هايلين، لونهم كان عجبني جا شباب. نحطوهم بجهة، نبداو الآن نديرو في الكريمة تاعنا نوجدوها في كاسرونة. ديري ربع لتر نتاع الحليب، وديري 2 مغرفات كبار نتاع السكر، وديري 2 مغرفات كبار تاع المايزينا أو النشاء، وضيفي قشور الليمون أو لافاني، وحطيها على نار تكون قليلة، وحركي حتى تتماسك الكريمة تاعك. فوالا بعد ما تماسكت يجي هذا الشكل تاعها، وضيفي لها الآن مغرفة كبيرة تاع الزبدة أو مارغرين، وخلطي حتى تذوب لك هذيك المارغرين تاعك. ومن بعد ديريها في الثلاجة، من الأحسن حطيها في الثلاجة باش تتماسك أكثر وتبرد لك. والآن نبداو نقسمو الخبزات تاوعنا. تاخدي هذا الموس يجي هكذا تاع المنشار، وبداي تقطعي الخبزة تاعك، واللي ما تحبش لاكخام تقدر ما ديرلهاش كامل لاكخام، راهي حلوة. يقدر يعني تقدر ما ديرلهاش لاكخام، سورتو مع الصباح كي ما يحبش الحلو بزاف، تاكلها غير هكذاك تجي لذيذة. واللي تحب لاكخام ديرلها هاد لاكخام كريمة هادي، دير الكمية اللي تحبها على حسب ذوقها. انا نكمل ندير لاكخام لهذه الخبزة وندير الخبزة الاخرى تانيك، ومن بعد نرجع لكم بحول الله. فوالا هم ليك الخبزات تاوعنا تاع لامونا جاو شابين بزاف، نظن بلي جاو شابين وانتي تانيك ان شاء الله يعجبوك. نقسم لك مورسو باش تشوفيها كيفاش جات من الداخل. فوالا كما كتشوفي جات شابه بزاف، جات كي القطن من الداخل، وانتي ثانيك ان شاء الله تعجبك. لا عجبك الفيديو تاع اليوم ما تنسايش ديرينا لايك على لا فيديو، وتضغطي على زر اشتراك وتفعلي الجرس باش يصلك كل جديد. وان شاء الله نتلاقى مع وصفة جديدة بحول الله، وسلام.